على فكره ممكن جدا تعملوا الجاتوه ده طبقه واحده زي ما عملت معاكم قبل كده جاتوه الشوكولاته الاقتصادي برده من غير ما نستخدم ولا بيض ولا لبن، وكان حلو جدا وعجب ناس كتير. الطبقات كانت ما شاء الله طالعه سمكها حلو جدا، وهو ده بقى اللي انا بقول لكم عليه ان الجيلي يوصل للكيكه بيبقى طعمها حلو جدا. وبالمناسبه علشان في سؤال جالي في جاتوه الشوكولاته، هو احنا ممكن نستخدم في تحضير الكيكه اللبن بدل الميه؟ يا ريت لا بلاش نستخدم لبن مع الكيكات اللي ما فيهاش بيض، من الاحسن ان احنا نستخدم ميه لان اللبن بيكون اتقل من الميه علشان القوام يكون هش. وبس كده يا امارات، وخلصنا الجاتوه المبهر بتاعنا اللي الواناته كتير وحلوه جدا. اما بقى الطعم فلكم ان تتخيلوا الطبقات دي كلها على بعض يبقى طعمها عامل ازاي. اما بقى الكيك اللي كان غرقان جيلي ده فده طعمه كان في حته تانية خالص، بجد كان حلو جدا. والجاتوه ده كان تكمله للوصفات الاقتصاديه اللي بعملها معاكم زي ما عملت معاكم قبل كده جاتوه الشوكولاته برده من غير بيض ولا لبن ولا شوكولاته اصلا، وعملت معاكم بلح الشام برده من غير بيض ولا زبده ولا سمنه وكان ناجح جدا. وعملت برده معاكم كيكات كتير جدا من غير ولا بيض ولا لبن برده ولا شوكولاته، وكانت برده حلوه جدا. هسيب لكم لينكات الوصفات دي ان شاء الله كلها في صندوق الوصف، وانا واثقه ان شاء الله ان انتوا لو جربتوها هتعجبكم